لو فاتك قمة الدوحة اللي اتعملت في قطر وكلام كل رئيس دولة عربية كان ايه بالظبط، انا طالع عشان اقولك ايه اللي حصل بالتحديد وكل رئيس دولة عربية قال ايه بالظبط في قمة الدوحة. تعال اقولك ايه اللي حصل، ولكن خليني ابدأ معاكم بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. نبدأ طبعا بدولتنا مصر وبعد كده انتقالا يعني للدول العربية التانية ورئيس كل دولة قال ايه بالظبط. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحذر طبعا اللي ما يتسموش، وهقول لكم بقى بالظبط قال ايه تحديدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحذر الشعب الإسرائيلي وقال: ما يجري يهدد أمنكم، ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وما لا يمكن القول به أو السكوت عنه. أصحاب الجلالة والفخامة والسموم، بينما تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة بما يقتضيه ذلك من محاسبة ضرورية للمسؤولين عن الانتهاكات السارقة، ووضع حد لحالات الإفلات من العقاب التي باتت سائدة أمام الممارسات الإسرائيلية، فإنه بات واضحا أن النهج العدواني الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي إنما يحمل في طياته نية مبينة لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقوف الدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كما أن هذا التوجه بشيء بغياب أي إرادة سياسية لدى إسرائيل للتحرك الجدي في اتجاه إحلال السلام في المنطقة. ده كان كل الكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدوحة. خليني بقى انتقل معاكم لأمير قطر قال ايه بالظبط. أمير قطر قال: عندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراح أمريكي تسلمته منا ومن المصريين، ومن الواضح أن إسرائيل من المفترض أن تكون الطرف المفاوض الآخر على الأقل في سياق هذه الوساطة، وكانت على علم بهذا الاجتماع المنعقد، وكان المعروف يزوروا يعني دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم. لقد قررت اغتيال المفوضين عاكفين على دراسة ورقة أمريكية لإعداد رد عليه عن شيء كهذا من قبل دولة تعمل على نحو منهجي وسابر على اغتيال السياسيين الذين تفوضهم وتعتدي على البلد الوسيط الذي تجري فيه المفاوضات. ده كان كلام أمير قطر في طبعا المؤتمر دوت. خليني بقى كمان انتقل معاكم لآخر حاجة بالنسبة لملك الأردن. قال ايه ملك الأردن؟ قال: تتمادى الحكومة الإسرائيلية في هيمنتها لأن المجتمع الدولي سمح لها أن تكون فوق القانون، وعلينا نحن في العالم العربي والإسلامي أن نراجع كل أدوات عملنا المشترك لنواجه خطر هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. ولا بد أن تخرج قمتنا اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، لوقف الحرب على غزة، بمنع تهجير الشعب الفلسطيني، ولحماية القدس ومقدساتها، ولحماية أمننا المشترك ومصالحنا ومستقبلنا. ده بالظبط كان كلام رؤساء الدول العربية في قمة الدوحة. قمة مهمة جدا ومؤتمر مهم جدا. اللي يعجبك في الموضوع تحالف الدول العربية طبعا ووجودهم بشكل كامل ومع بعض في قمة الدوحة، وإن شاء الله بإذن الله زي ما ملك الأردن قال كده كلنا ايدينا في ايدين بعض علشان نوقف العدوان اللي بيحصل على اخواتنا في غزة وعلى كمان الدول العربية كلها. ان شاء الله ده يتم ويتنفذ في اقرب وقت ممكن. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا الهدف من قمة الدوحة هيتنفذ في اسرع وقت ولا لأ؟